مأساة في المطرية بالدقهلية، مصرع أب وإصابة طفلين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة فسيخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي تفاصيل الخبر، شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه وأصيبت أطفاله بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولهم وجبة فسيخ داخل منزلهم. وتبين وفاة أحمد السيد أبو إسماعيل، عمره 34 عام، مقيم بشارع بورسعيد بمدينة المطرية، فيما أصيب أطفاله مصطفى عمره 9 سنوات وأسماء عمرها 6 سنوات، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. نسأل الله العلي القدير أن يرحم الأب الراحل وأن يسكنه فسيح جناته، ونسألكم في التعليقات الشفاء العاجل لأطفاله.